فيلمنا بيبدأ بست اسمها أني اللي بتكون في المستشفى لأنها كانت بتولد خلاص. لما بتوصل المستشفى الدكتور بيقول لجوزها إن أني ماتت بس الطفل عاش. بس الغريب إن الطفل شكله مختلف جدا، وكانوا شاكين إن عنده مرض البهاء، والبهاء ده بيكون مرض جيني بيخلي الجلد أجزاء منه لونها أبيض. أبو الولد اللي اسمه جريك طلب من الدكتور إنه يروح يشوف ابنه، فبيروح للحضانة وبيلاقيه محطوط على الأجهزة وفي أسلاك عليه بتبين صحة عقله. ولما بيشوفوا جريك بينهار وبيقول إنه مش ابنه ومش هياخده معاه بشكله الغريب ده. الولد نفسه كان منهار كأنه حاسس باللي أبوه كان عمال بيقوله عنه. وبعد مرور سنين بنشوف ضابط معاه واحدة اسمها جيسي بتشتغل مديرة مركز أيتام للشباب. وقتها بيدخلوا بيت راجل عجوز واللي بيكون جد الطفل، فبيدخل بارنوم مع جيسي البيت وبيوريها الكوباية بتاعت الراجل العجوز اللي وقع على الأرض مكسورة، وبيصدمها وبيقول لها إن الراجل العجوز ده مات امبارح بسبب سكتة قلبية. بعدها خدها القبو علشان يفهمها هو ليه جايبها المكان ده. كان في ولد جوه القبو ده مش راضي يخرج، كمان ما كانوش عارفين يطلعوا منه أي معلومات تخصه ولا يعرفوا اسمه حتى. ولما بينزلوا القبو بيشوفوا الولد مستخبي على جنب في الضلمة لأنه خايف منهم. وأول ما بيطلع للنور بنشوفه هو لونه أبيض زي اللبن، وجسمه ما فيهوش ولا شعراية، وعينه كان لونها بنفسجي. ولما سألوه اسمك ايه قال لهم معرفش، بس جدي على طول كان بيقول لي يا واد يا بودرة، بس اسمه الحقيقي كان جيرمي. بعد كده خرج الضابط وساب جيسي مع جيرمي علشان يتكلموا سوا، يمكن جيسي تقدر تطلع منه بأي معلومات. جيسي سألته ليه لما جدك مات ما طلبتش الشرطة أو الإسعاف. قال لها جيرمي إن جده قال له زمان ما ينفعش خالص حد يشوفك لأن ده هيحطك في مشاكل كتير. وقال لها إنه ما راحش مدرسة، وكمان قرأ كل الكتب اللي في القبو، ودي اللي علمته وادته خبرات في الحياة. ساعتها طلعت جيسي كتاب صعب علشان تختبره، قام قال لها افتحي الكتاب وقولي لي رقم صفحة عشوائي وانا هقول لك كل المكتوب فيه. قالت له طيب صفحة 216 بتقول ايه؟ واتصدمت جيسي لما سمع لها كل اللي مكتوب فيها بالنص، وقال لها لو عايزة تجيب كتاب تاني ونعمل نفس الحركة دي يلا بينا انا مستعد. وبنعرف وقتها ان جيسي اقنعته انه يخرج عادي للحياة ويعيش زيه زي اي حد، ويروح معاها للملجأ بتاعها. واول ما بيخرج بودرة من البيت كل عربيات الشرطة وانوارها بيحصل فيها مشكلة. بعدها ركب مع جيسي العربية والظابط خد باله ان في عواميد صواعق كهرباء فوق البيت بتاعه كتيرة جدا. وكمان صاحبه اللي اسمه دونكن قال له انه حاسس ان جيرمي ده في حاجة مش طبيعية، لان الدكاترة قالت انه بالرغم من ان جده مات بسكتة قلبية بس قلبه تعرض لمحاولة انعاش بالكهرباء. واول ما جيرمي وصل مع جيسي الملجأ كل الشباب بصوله بصات استغراب، وبتكون جيسي عايزة تعمل له اختبار ذكاء. وقت الاكل كان قاعد جيرمي لوحده، قام واحد اسمه جون عنده 30 سنة قرب منه وقعد يتريق عليه وقال له ده اول يوم ليك ولازم تحط المعلقة على مناخيرك زي ما واحد عمل كده بالظبط. وقتها جيرمي خد معلقة ودعكها بإيده ووقفها على الترابيزة ولم كل المعالق والشوك وعمل منهم جبل على السفرة. والكل كان مستغرب من اللي بيحصل ده لأن دي حاجة ضد الطبيعة. ولما الضابط رجع من شغله شاف ابنه اللي اسمه ستيف قدام البيت، وبيبان إن علاقتهم متوترة ووحشة جدا لأنهم مش بيعبروا بعض. ولما بيطلع للدور اللي فوق بنعرف إن مرات الضابط مش بتقدر تتكلم ولا تفتح عينيها لأنها مريضة سرطان. وكان في ممرضة اسمها ماكسين كان مهمتها انها ترعى مراته. وتاني يوم بنعرف ان الدكتور كشف على جيرمي وقال ان صحته زي الفل، فقالت له جيسي تروح المدرسة؟ فقال لها جيرمي يا سلام يا ريت. في المدرسة الأستاذ كان بيعلمهم حاجة في الكهرباء وكان بيقول لهم ازاي الكهرباء بتتنقل من حاجة للتانية. جيرمي كان مرعوب جدا وقت شرح المدرس وكان بيحصل له حاجات غريبة، والكهرباء زادت في جسم جيرمي لدرجة انها ضربته بموجات كبيرة وكل اللي حواليه اترعبوا لانه من كتر الكهرباء كان بيطير لفوق. وقتها المدرس ما كانش عارف ازاي يتصرف، قام رمى عليه كرسي خشب علشان يقدر يوقف الكهرباء دي. ولما لمسه شعر ايده كله وقف. بعدها خده للمستشفى. هناك الدكتور ما كانش قادر يصدق كلام المدرس لان كمية الكهرباء دي ممكن تحرق او تموت اي حد، بس جيرمي كان زي الفل يعني بيكذب عليه.
ساعتها الأستاذ قال له إن جسم جيرمي مش بيتأثر بالكهرباء، علشان كده هو أملس وما عندوش شعر، لأن بويصلات الشعر في جسمه متأثرة بموضوع الكهرباء ده. وبعدها خرج جيرمي من المستشفى وكان عايز يروح بيت جده، بس قابل واحدة صاحبته اللي اسمها لينزي. قعدوا يتكلموا سوا، والجيران كانت بص عليه وبيقول لها إنه يقدر يسمع أصوات أفكار الناس وبيعمل كده مع أي حد. لينزي كانت فاكراه بيحور عليها أو بيهلوس من كتر الكهرباء اللي ضربته. وهو راجع قابل الضابط وصاحبه اللي أجبروه إنه يرجع الملجأ تاني، وسألوه أنت ليه هربت من المستشفى؟ قال لهم إنه مش بيحب المستشفيات ولا بيطيقها، لأن أصعب يوم في حياته هو يوم ولادته. في المدرسة كانوا هيعملوا له اختبار ذكاء، والنتيجة كانت إن مستوى ذكائه خارق ومفيش منه اتنين. وفي الوقت ده قال لهم جيرمي إنه عايز يرجع بيت جده، بس جيسي قالت له إن البنك حجز على البيت بتاعهم خلاص. تاني يوم الضابط والشرطي خدوا جيرمي لرحلة يخيموا فيها. ساعتها جيرمي كان قاعد على جنب لوحده، قام الضابط قرب منه وكان فيه عاصفة شديدة. ساعتها جيرمي قال له أي عاصفة أو رعد أو تقلبات جوية أنا بحس بيها جوايا، كمان البرق لما بينزل على الأرض بيحس إنه بيخبط فيه. تاني يوم كان بيتمشى في الغابة، ولما كان بيضرب ايده في الأرض كانت بتطلع سحالي. ساعتها لاحظ ان جون وميتشي بيراقبوه، وجون كان معاه بندقية وهدد جيرمي وقالوا انه ممكن يموته دلوقتي، لكن سمعوا فجأة صوت ضرب نار حواليهم ولقوا غزالة وقع على الأرض. والشرطي كان فرحان جدا وهو بيجري عليها وماسك في ايده بندقية صيد. ولما جيرمي شاف الغزالة اتأثر جدا وكان حاسس بيها، وحط ايده على رقبتها ومسك ايد الشرطي، فبدأ الشرطي يحس بوجع شديد ساعتها. ووقتها جيرمي كان بينقل الألم من الغزالة للشرطي، وفضل الشرطي يتألم، وجو كان خلاص هيضرب جيرمي بالنار. وقتها ميتشي رفع البندقية، وصوت الطلقة هو اللي خلى جيرمي يسيب الشرطي. جيسي بعد كده كانت بتتكلم معاه وبتقول له يحكي لها بالظبط اللي حصل في الغابة، ولما حكى كانت مستغربة كلامه، وفجأة كهربا فرقعت لأنه كان بيحكي وهو متعصب، حتى الإزاز فرقع في كل حتة. ولما الضابط رجع بيته قابل الدكتور وقال له إن مراته حالتها صعبة جدا، حزن جدا عليها وقال طالما هي حالتها كده ليه متمسكة بالحياة ومش راضية تستسلم وتموت. بعد كده بنشوف المدرس وهو بيتكلم مع جيرمي وهو بيقول له إنه لما أغمى عليه وهو لمسه حس المدرس إنه جواه طاقة كأنه رجع شاب 20 سنة. قال له كمان إن أينشتاين قال إن مش من السهل إن أي حد يبقى عنده ذكاء خارق، والتفسير الوحيد للذكاء ده إن بيكون في حاجة حصلت للشخص ده زمان. وقتها طلب من جيرمي إنهم يقربوا من بعض ويبقوا صحاب. تاني يوم الضابط راح للشرطي، والغريب إنه لقاه رمى كل عدة الصيد اللي عنده، واستغرب جدا لأن الشرطي ده بيحب الصيد جدا. ساعتها الشرطي قال للضابط إنه لما حس بألم الغزالة ما كانش قادر يستحمله، فقال له شوف أنا قتلت كام حيوان قبل كده وكام حيوان اتوجع بسببي، علشان كده قرر إنه يبطل الصيد ده خالص. ساعتها جات للضابط فكرة من ورا حوار نقل الطاقة ده، وطلب من جيرمي إنه يجي عند مراته ويساعده إنه يتواصل معاها علشان يعرف إيه اللي في دماغها. ولما راح جيرمي البيت الضابط ولمس راس مراته عرف إنها مش عايزة تموت غير لما الضابط يسامح ابنه، بس هو كان عنيد جدا ورفض. قالت له فاكر لما كنا بنلعب والخاتم بتاعي وقع في التلج وكان كل يوم ستيفن كان بيرجع من المدرسة ويقلب الدنيا عليه؟ وقتها هي عيطت كتير وقالت له عن طريق جيرمي إنه يفتح الصندوق، ولما بيفتحه الضابط بيلاقي الخاتم. فضل الضابط يعيط ويلبسها الخاتم وحضنها. في اللحظة دي هي فتحت عينيها وبعدها ماتت. أول ما ستيفن رجع البيت أبوه حضنه جامد وكان منهار. بعد كده بيقابل جيرمي صاحبته لينزي اللي كانت معجبة بيه. في الوقت ده أبوها شافها وراح لجيرمي وقعد يهزقه ويشتمه، بس ساعتها جيسي جت ندهت على أبو البنت اللي اسمه ديك، بس فضل برضه يهين في جيرمي وخد لينزي ومشي. جيرمي وقتها كان متضايق جدا وقرر إنه يمشي من الملجأ ويرجع لبيت جده بدل قلة القيمة دي. بس وهو راجع سمع صوت العيال في الملعب، ولما دخل لهم جون قل منه وخد طاقيته منه. ساعتها جون قال له لو راجل رجع طاقيتك، فرد جيرمي عليه وقال له هو يعني علشان جوز امك كان سكران وعمل كده زمان معاك وانت ما قدرتش تعمل له حاجه رايح تتشطر عليا وتعمل كده معايا؟ ولما جون سمع الكلام ده اتعصب جدا وكان عايز يقتل جيرمي. ساعتها اخدوا جيرمي وقلعوه هدومه وقاموا رموه في الميه المطينه. والوقت ده كان فيه عاصفه شديده وجون كان عمال يعصب في جيرمي ويقول له كلام سخيف لحد ما جيرمي ضرب صاعقه من جسمه نطرتهم كلهم على الارض، حتى هو نفسه
وطار بعيد. وميتشي شاف جون وكان شكله كده خلاص بيطلع في الروح. وقتها جيرمي راح له وفضل يعمل له انعاش عن طريق الصدمات الكهربية لحد ما جون صحي تاني. فقال ميتشي لجيرمي اهرب انت لبيت جدك حالا. ولما رجع جيرمي للبيت لقى ان البنك خد كل حاجة في البيت. قامت راحت له جيسي وهو حزين جدا وقالت له انه هيلاقي مكان قريب جدا وهيكون هو بيته. كمان المدرس كان بيساعد جيسي ان جيرمي يعيش حياة آمنة وفي سلام. بس الضابط والشرطي جم علشان يقبضوا عليه، بس جيسي اتكلمت مع الضابط واتحايلت عليه انه ما يسجنهوش. قال لها انه مش هيقبض عليه لانه ساعده وقت ما كان محتاجه. بعد كده سابوه وفضل جيرمي يجري لحد ما صاعقة قوية ضربته وخدته ورفعته للسما واختفى. وبكده بيكون خلص فيلمنا. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة وتشوفوا الفيديوهات القديمة واستنونا في فيديوهات جديدة. وما تنسوش تفعلوا الجرس وتكتبوا لنا في الكومنتات الفيلم اللي حابين تشوفوه المرة الجاية. سلام.